السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم؟ طمنونا عليكم، يا رب تكونوا بخير. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. وهنبدأ الفيديو ونعمل الشكشوكة كلكم اكيد عارفين. الشعب المصري وغير المصري اكيد كله عارف الشكشوكة دي عبارة عن ايه؟ عن فلفل وطماطم وبيض. بس انا هديها تحبيشه كده جميله في الاخر. يا ريت تسمعوا الفيديو للاخر. لو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. ويا بنات يا حبايب قلبي، يا ريت اللي حد عايز اكله معينه يقول لي عليها وانا هعملها لكم. انا اسمي سناء، لاول مره يشوف قناتي سناء، يوميات سناء من الريف المصري. ماشي، هنبدأ. أول حاجة أنا حطيت الطاسة على النار هنا وولعت النار، وديني دلوقتي بقلبها يمين وشمال بحيث إنه فيها مية تتصفى. طاسة حلوة جميلة زي طاستي كده، تكون بيضة وحلوة ومنورة زي طاستي طبعا. ماشي يا حبايب قلبي، صلوا على النبي في الكومنتات وزيدوا النبي صلاة. ماشي، وهقول لكم على دعاء. اللهم للتحصين تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. أنا هنا كبيت الزيت. المفروض التحصين ده تقوليه 3 مرات بعد صلاة الفجر إن شاء الله، من أول ما تصحي لحد ما تنامي وأنت ربنا محصنك. ماشي. عندكم هنا انا حطيت الزيت في الطاسه، هسيبه يعني ثانيه واحده او ثانيتين لان الطاسه خليتها لما سخنت، عشان كده الزيت بيجي سخن. هحط الفلفل. بصوا، اول ما حطيت الفلفل عمل صوت كيف، عمل بصوا دخانه كده. هفضل اقلب في الفلفل شويه لحد ما يدبل خالص. ماشي حبايب قلبي، ان شاء الله هنعمل فيديوهات كتيره وهعلمكم حاجات كتيره انا عارفاها. هنفضل نقلب شويه كتار لحد ما نحسه دبل كده خالص. اول حاجه لازم نحط الفلفل عشان يدبل، فاهمين؟ لان الطماطم مجرد ما تحطيها لو حطيت الفلفل هيفضل صح زي ما هو، مش هيدبل. مش حبيب قلبي، انا دلوقتي هحط حته فلفل اسود، يدي نص معلقه فلفل اسود. وبرضه احط حبه ملح، نص معلقه كده ملح، ملح ابيض. وهقلبهم كويس. وهفضل برضو اقلب فيهم لحد ما يدبلوا كويس. لازم الفلفل يدوب ياخد لون كده خفيف خالص. عارفين يعني ايه لون خفيف خالص؟ انا جبت هنا جرن فلفل صغير سبايس يعني حامي، فاهمين؟ بس مكترش، انا عندي اطفال صغيره. ماشي، عشان يعرفوا ياكلوا. انا بجهز عشاء. بعد كده عاد ما يدبل الفلفل احط حبه الطماطم اللي انا عاملاها زي 4 طماطميات. هقلبهم قلبتين 3 كده عشان بس الطماطم يعني تدبل شويه التانية. واروح مكسره البيض، عندي 3 بيضات هكسرهم. شايفين الطريقه؟ بصوا، هقلب كل المحتويات كويس واحط حبة زيت، بحيث انه ايه، عشان لو الزيت قل شوية. مجرد ما احط البيض بيشرب كل حاجة، لو سمن زيت بيشربه. انا بفضل السمنة البلدي فيها، بس ما عنديش للأسف، خلصت. فقلت هعمله بزيت اسرار. انا بستعمل زيت اسرار، زيت فاتح خالص وكويس ويعني ممتاز بستعمله. فهحسها نشفت شوية دلوقتي، هجيب حبة زيت واكبهم فيها من كده. وهقلبها كده، افضل اقلب فيها حبة.
هي خلاص كده جربت تستوي. خلاص كده يعني خلاص اخر لمسات فيها. انا هشيلها خلاص، وعندي حبة فول من بيت الصبح كده، قلت اسخنهم وعلى معاها الشكشوكة ونتعشى بيهم وفضل ونعمة من ربنا. دول فول بطماطم انا كنت عاملاه، ابقى هعمل لكم فيديو ليه. والدقة الاخيرة اللي هحطها للشكشوكة، هزيد شوية مية عشان يفضل الفول كده طري، ما يبقاش تخين خالص. يعني هظبطهم واخلي الفول يسخن، وهجيب كده احط له حبة نقطة زيت. عارفين ايه الحركة اللي اعملها في البتاع ده، في الشكشوكة، عشان تضيع ريحة الزفارة؟ تتوقعوا ايه؟ بصوا، عود شبك. عود شبك واحد هقطعه فيها، ده هيدي ريحة وضيع الزفارة وخلي طعمها جميل جدا جدا جدا. عارفين ده بيدي ريحة حلوة خالص، الشبك جميل جدا. يا دوب يقلبه واحدة واحط مع الفولات طبق الفول ونتعشى. ماشي حبيب قلبي. ماشي، هيسخن الفول خلاص. زي ما قلت لكم، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس تنجم كل الفيديوهات. صلوا على النبي في الكومنتات وزيدوا النبي صلاة. عارفين التحبيش الأخير ايه؟ حطيت حبة كمون بكزبرة مطحونين مع بعض، حطيت رشة. يلا يا بنات اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس تنجم كل الفيديوهات، وصلوا على النبي في الكومنتات وزيدوا النبي صلاة حبايب قلبي. ماشي، واللي عايز حاجة يكتبها لي.